يعني انا دلوقتي عايز انقل لكم قصه، لما يعني قصه مبهره تبهر اي انسان. قصه واحده اسمها ام كلثوم. عارفين ام كلثوم؟ مش ام كلثوم بتاعت الايام دي، بتاعت جيل الغيبوبه. ام كلثوم بتاعت جيل اليقظه. ام كلثوم بنت عقبه بن ابي معيط. ام كلثوم دي يا شباب كانت بنت فتاه ضحت بكل حاجه عشان ربنا. يا ترى ضحت ازاي وربنا اداها ايه؟ ام كلثوم كانت بنت عقبه بن ابي معيط. عقبه اللي حاول يختلي النبي وشد على رقبه النبي عليه الصلاه والسلام الهدوم في صحن الكعبه، والنبي وجب لركبتيه. النبي وقع واغشى عليه عليه الصلاه والسلام. ولما جه ابو بكر مسك النعل وقعد يضرب ابو بكر لغايه ما خلى وش ابو بكر وظهره كله دم. وعقبه بن ابي معيط اللي قعد يضرب بظهر رجليه ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبايديه يرجع راس النبي عليه الصلاه والسلام لورا في صحن الكعبه عشان يموت رسول الله. عقبه اللي قام جاب صلى الجزور وقام حطه على راس رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول في صحن الكعبه عليه الصلاه والسلام. رسول الله في صحن الكعبه بيصلي وبيسجد لله. عقبه بنته تتوب وتلتزم وتسلم. بنت عقبه بن ابي معيط. عقبه ده مش عقبه، ده عقبه. بنته اسلمت، دخل في قلبها نور الايمان. بنت صغيره، فتاه صغيره، ممكن تكون في سن بنات ثانوي وقت ما اسلمت، ممكن تكون في سن بنات اول جامعه وقت ما اسلمت، وتكتم اسلامها ومش عارفه تقول ايه، هتواجه مين؟ ده بنت طاغوت من الطواغيت اللي حاربت الاسلام. وتمر الايام ويجي الهجره ويهاجر الصحابه ويسيبوا مكه وتفضى عليها مكه ومش عارفه تعمل ايه. ويجي بدر ابوها يتقتل في بدر عليه لعنه الله ومش عارفه تعمل ايه. دخلت في سن الجواز، بدا العرسان يتقدموا لها. يا ام كلثوم، يا ام كلثوم هتوافق على مين؟ مش هتوافق على حد. ازاي؟ انا مش عايزه اتجوز. مش عايزه تتجوزي ليه؟ مش قادره تقول، مش قادره تعلن. وتمر سنه 2 3 4. يا بنات يا اللي عايزين تتجوزوا حتى لو شباب ما بيصلوش، ازاي؟ يا ام كلثوم هتعملي ايه؟ مش عايزه. هي مختاره ربنا سبحانه وتعالى، مستنيه ما تيجي لحظه فرج. يا ام كلثوم، يا ام كلثوم على فين يا ام كلثوم؟ يا ام كلثوم ده انت بنت صغيره والدنيا قدامك، انت مش عايزه ماست ليف ماي لايف ولا ايه؟ لا انا عايزاك انت يا رب. يا ام كلثوم ده انت الحياه كلها قدامك، البسي اللي انت عايزاه واتكلمي مع اللي انت عايزاه وانطلقي واطلعي الرحلات اللي انت عايزاها. لا انا عايزاك انت يا رب. طب وبعدين؟ وتيجي الضربه القاصمه والمفاجاه، صلح الحديبيه، لما النبي اتصالح مع المشركين على ان ما فيش واحد يجي مسلم ابدا الا والنبي يرده للمشركين. ام كلثوم وقفت في صدمه، ما عادش ينفع تستنى اكتر من كده، لازم تهاجر. بس هتهاجر ازاي؟ لو اهلها عرفوا يقتلوها، وهتهاجر الطريق من مكه للمدينه الوحيده ازاي؟ ما تقدرش تقول لحد، ما تقدرش تعلن قدام حد. وامها واخواتها عماره والوليد ووطنها وبلدها والارض اللي نشأت فيها، ولو راحت هناك والرسول ردها تبقى مصيبه، هيذبحوها على طول. طب هتعمل ايه؟ بس ما عادش ينفع تاخر اكتر من كده. تاخد القرار ام كلثوم وتطلع مهاجره الى الله ورسوله في حركه بطوليه ما فيش حد في التاريخ، ما فيش امراه في التاريخ عملتها. وتطلع مهاجره منطلقه الى المدينه. ام كلثوم على فين يا ام كلثوم؟ على ربنا. على فين يا ام كلثوم؟ على فين يا بنتي يا شابه يا صغيره اللي سبت كل حاجه عشان ربنا؟ على فين؟ سايبه امك ورايحه على فين؟ رايحه على طريق ربنا. سايبه وطنك ورايحه على فين؟ على طريق ربنا. سايبه الدنيا كلها واخواتك وبلدك ورايحه على فين؟ رايحه على طريق ربنا. انا اخترتك انت يا رب، انا مش هاخير بينك وبين اي شيء الا وهختارك انت يا رب. انا اخترتك انت على كل شيء في حياتي يا رب، انا جايه لك عاوزاك انت يا رب. ام كلثوم تطلع مهاجره وتوصل للمدينه. واول ما توصل للمدينه تحصل الصدمه لاهل المدينه كلهم. هيعملوا فيها ايه؟ هيعملوا ايه؟ يردوها؟ هيقتلوها؟ طب وبعدين؟ النبي عليه الصلاه والسلام هياخد قرار فيها ايه؟ والصحابه قاعدين كلهم مستنيين. ام كلثوم هنرجعها ازاي؟ هنرجع اللي ضحت بكل حاجه عشان ربنا ازاي؟ وهي واقفه مستنيه والنبي مستني والصحابه مستنيين. ويصدر القرار من فوق 7 سماوات، ينزل الملك سيدنا جبريل 7 سماوات بقرآن، بصورة كاملة من صور كتاب الله، صورة كاملة على اسم ام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط، صورة كاملة ربنا بيقول للنبي اوعى ترجعها، اوعوا ترجعوها، حتى لو قامت حرب بينكم وبين مكة اتقتل فيها الاف المسلمين، حتى لو سال دمكم كلكم، حتى لو اتقتلتوا كلكم، اوعوا ترجعوا ام كلثوم. ربنا ينزل سيدنا جبريل بصورة الممتحنة اللي هي ام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط، بيقول فلا ترجعوهن الى الكفار. انتهت القضية، ينزل القرار السماوي في شأن ام كلثوم ان دي ما ترجعش، الكنز ده ما يتفرطش فيه، النور اللي في قلبها ده ما يتسابش يضيع ابدا، وتهاجر ام كلثوم لله ورسوله، وربنا سبحانه وتعالى يقبل هجرتها ويقبلها وينزل فيها الصورة دهيت. والنبي عليه الصلاه والسلام يجوزها من عبد الرحمن بن عوف، من احسن الصحابه دينا
ومن اغنى الصحابه، جوازه ما فيش واحده تتمناها، ما فيش واحده تحلم بيها، جواز من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يا اختي، يا بنتي في الله، يا حبيب قلبي، يا اخويا، يا شباب، يا شباب، احنا مش عايزين نبقى زي ام كلثوم بنت عقبه بن ابي معيط، مش عايزين نتحدى الدنيا كلها، مش عايزين نكسر كل الاعراف اللي حوالينا، نكسر كل الشهوات اللي حوالينا.